دكتور هشام، اهلا بحضرتك في بودكاست دردشه مع الانف والاذن. اتكلمنا الحلقه اللي فاتت عن مشاكل الاذن في الاطفال، وحضرتك قلت لي ان هي بتيجي للكبار، ولكن اعراضها الطفل هيعرف اعراضها ازاي؟ مش هيقدر ان هو يشتكي. عايزه اعرف اعراضها في الكبار. اعراض اللي هي الميه ورا الطبله في الكبار قصد حضرتك؟ ايوه كويس. الميه ورا الطبله في الكبار اسبابها كتير الاول. او ممكن معلش بعتذر لحضرتك نصيغ السؤال بشكل اخر. انت عارف ان انا عندي ميه ورا الطبله؟ لا، انت مش هتعرفي ان عندك ميه ورا الطبله. انت الشكوى ان هيبقى عندك ضعف شويه في السمع، او السمع بيروح ويجي، او اكتر شكوى العيان بيشتكيها في موضوع الميه ورا الطبله او قناه ستاكيوس هي طقطقه في الودن. كلمه طقطقه في الودن يعني الودن ساعات تفتح وساعات تقفل. الودن ساعات تفتح وساعات تقفل. عشان كده الكبار هم اللي بيشتكوا، لكن الصغير الاطفال الصغيرين عمرهم ما يقدروا يعرفوا ان ودني بتفتح ودني ما بتقفل. عمره ما هيشتكي لان ما يعرفش يعني ايه ودني تفتح ودني تقفل، ما يعرفش. وهل ليه علاقه برضو باللوز، يعني نفس الاطفال؟ اكيد طبعا طبعا، بس طبعا في الكبار بتختلف اسباب الميه ورا الطبله عن الصغيرين. اكتر اسباب للكبار في موضوع الميه ورا الطبله هو مشكله في الانف، مشاكل الانف، سواء كانت حاجز انفي معوج جدا لناحيه اكتر من الثانيه، لحميات في الانف، اورام في الانف، حساسيه في الانف، تضخم غضاريف كبيره جدا في الانف. كل الكلام ده بيقفل ناحيه من الانف اكتر من الثانيه، فبيخلي الهواء يخش وما بيعادل. الهواء لما بيخشش مظبوط في الناحيتين فما بيعادلش الهواء اللي داخل الاذن الوسطى، فيبتدي يحصل اختلاف في ضغط الاذن الوسطى اللي على اثره بيبتدي المريض نفسه يشتكي بقى بايه؟ بطقطقه. وده عاده العيانين كتير جدا بيحسوا بحاجه زي كده، بالذات في ركوب الطياره او في الغطس تحت الميه في الدايفنج. ازاي؟ ان ارتفاع الطياره عن سطح الارض كويس، العيان بيبتدي الضغط عنده، لو الضغط جوه الودن فيه مشكله بيتاثر اكتر بالارتفاعات فوق الميه او تحت الميه، تحت سطح البحر يعني. حالته بتسوء اكتر ولا هو بيحس بعدم راحه؟ ده بيحس بعدم راحه وبيحس بقفله في الودن، وممكن توصل ان طبله الودن تفرقع عشان ضغط جوه الاذن عالي. عشان لا، ما اسمهوش عالي. الضغط يا اما بوزيتيف يا نيجاتيف. ضغط لو نيجاتيف يبقى الطبله مشفوطه لجوه قوي، مشكله كبيره. انا مش عايز ادخل في قصه الضغط جوه الودن وبوزيتيف ونيجاتيف وايه اللي بيحصل، عشان دي يعني معقده شويه. مش مهم نعرف خلاص مش مهم. لكن انا يهمني اقول ان بتبان في حاجتين، في الطيران وفي الغطس. عشان كده كتير جدا من الناس اللي بتعمل دايفنج ممنوع تماما يعمل دايفنج مثلا وعنده برد وعنده انفلونزا، وكذلك لو هو يعني مسافر بطياره ممنوع تماما السفر وفي برد وانفلونزا وسده في الانف. طيب هل دلوقتي لو هو سافر بالطياره او عمل دايفنج حالته لما تسوء في الفتره دي فقط، ولا بعد كده فبقى ده الطبيعي ان حالته ساءت؟ لا، ده برضو على حسب ايه اللي حصل بقى. لكن هو عاده لو هو لحق نفسه على طول بعد ما نزل من الطياره او بعد ما عمل الدايفنج وجالي على طول، بنبتدي نشوف محتاج ايه. هل محتاج عمليه شق طبله؟ هل محتاج عمليه انابيب؟ نعادل الضغط بسرعه ونريح الضغط بتاع ودنه بسرعه، على حسب كل حاله غير الثانيه، لكن لازم تدخل سريع. طيب العمليه دي تبقى خطيره للكبار؟ خالص ولا خطيره، ولا عمليه بسيطه جدا ما بتاخدش اكتر من 10 دقائق. 10 دقائق 10 دقائق بالظبط، في اوضه العمليات. في اوضه العمليات بالظبط. تخدير كلي ولا موضعي؟ تخدير يفضل، كل حاجه يفضل تخدير كلي لراحه المريض والطبيب. طيب بيكون معاها عمليات شخير ولا مش شرط؟ والله نقطه الودان بالذات والضغط فيها ممكن يبقى ليها علاقه طبعا بالشخير والكلام ده، بس الى حد ما مش حالات كتير. الى حالات بقى المهمله جدا، وهو اساسا مناخيره بايظه من زمان ومقفوله من زمان وعنده مشاكل في الودن من زمان، فكل ده بيأثر الودن ونضطر نعمل عمليه فيه. يعني افهم من حضرتك انه الانف والاذن والحنجره هما مش محطوطين في تخصص واحد من فراغ، هم محطوطين في تخصص واحد عشان هما الثلاثه يعني زي ما بيقولوا كده مفتوحين على بعض. اي حاجه بتبوظ الثانيه بتتاثر بيها.
وبيبقى بيحصل مشكله في الثلاث حاجات. ده كلام صحيح 100%. يعني ما ينفعش ان احنا نعالج حاجه ونسيب حاجه. بالظبط. تمام. بشكر حضرتك يا دكتور هشام، نورتنا في بودكاست دردشه مع الانف والاذن. اشكرك.